يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي، وبشرفني اشتراككم تفعيل زر الجرس. زي ما أنتم شايفين عندي هاي المقادير كما هي في الصورة، وفي عندي الخضار، عندي الكسكسي كيلو، سمنة والبهارات المشكلة، وعندي الدجاجة بتتكون من 4 قطع. عندي السمن وفي عندي بهارات، الكزبرة، فلفل أسود، ملح، وفي عندي كمون، وفي عندي الشبت أو عين الجرادة، وفي عندي الخضرة زي ما انتم شايفين اللي هو البندورة والكوسة والجزر، بصل، بطاطا، فلفل حلو وقرن فلفل حار والقرع. هلأ رح نبدأ في إعدادهم. أول شي نقول لكم البهارات. في عنا البهارات الضرورية: الكمون والكزبرة وعين الجرادة وفلفل أسود وملح. طبعا نفس الطريقة اللي أنا متعودة عليها. أول إشي بسخن الطنجرة كويس، وبحط فيها قطع الدجاج مع السمنة والبهارات الخشنة اللي متعودة عليها، اللي هي عود القرفة والفلفل الأسود وورق الغار والبصل، وبقعد أقلب فيهم زي ما أنتم شايفين لما يشقروا وتجف ميتهم. هاي أنا الطريقة معتمداها في كل طبخي. أحسن طريقة بتروح طبعا كل الزنخة منها، والدجاجة بتكون طعمها طيب أكتر لأنها بتاخد ريحة البهارات والبصل. ببدأ أحط بالترتيب: الفلفل الحلو، قرن الفلفل الأخضر، البندورة زي ما انتم شايفين بالصورة كيف بكون مقطعاها، حبة البندورة بقطعها جزئين، والفلفل الحلو بقطعه جزئين. إذا كان صغير فيك تحطي الحبة زي ما هي، والجزر نفس الإشي قطعتها قسمين أو جزئين، والبطاطا والكوسة زي ما هي. إذا كانت الخضرة حجمها صغير أحلى في شكلها وأرتب تحطيها زي ما هي صحيحة، زي ما أنا حطيت الكوسة. إذا بتحسي حبة البطاطا أو الجزرة كبيرة عادي اقطعيها جزئين، يعني زي ما أنا عملت بالفليفلة والبطاطا والجزر والبندورة، لكن الكوسة خليتها زي ما هي صحيحة. وبحط كل البهارات اللي عندي والملح، وبقلبهم كويس كويس زي ما انتم شايفين، وبعدين بحط عليهم المي السخنة زي ما انتم هيك شايفين، وبحركهم شوي وبغطيهم، بتركهم مغطيين ويستوا براحتهم على نار خفيفة. طبعا أنا بهاي الأثناء ما بخلي الخضرة والدجاج يستووا هيك لوحدهم، بستفيد طبعا من هذا البخار بإني بدي أطبخ الكسكسي. القرع بس إضافة أخيرة، القرع بنحط آخر إشي لأنه بيستوي بسرعة. وبحط عليهم معلقتين صلصة زي ما انتم شايفين، صلصة طماطم، يعني آخر إشي بتحطي قطع القرع وبتحطي معلقتين صلصة. وإذا بتحبي تحطي شطة حمرا كمان معلقة صغيرة بتحطي، إذا بتحبوها حارة. وأنا عندي بكون علبة حمص حب مسلوقة وجاهزة، بغسلها وبحطها آخر مرحلة. هلأ في هاي الأثناء بجيب أنا الكسكسي بحطه بصحن كبير، بحط عليه نص كوباية مي مغلية ومعلقة سمنة أو زبدة وشوية ملح، وبضلني أحرك فيهم زي ما انتم شايفين. بعدين بحطهم بطنجرة الكسكسي، بحطهم على البخار. بهاي الأثناء بجيب عندي الدفنة اللي بنحطها في الكسكسي، اللي هي عبارة عن بصلة وقرن فلفل أخضر وفلفل أسود وكمون وعين الجرادة، بعملهم بالخلاط وبعمل زي حفر هلأ بتشوفوا وبحطهم. هاي الطريقة على الطريقة الفلسطينية تبعت المفتول تبعنا. فأنا عملت يعني الكسكسي التونسي أو المغربي بس بطريقتنا بالنكهة الفلسطينية، فإحنا بنحبه زي طريقة المفتول. بجيب أنا هيك زي حفر بحفر وبحط فيهم هاي اسمها الدفنة، اللي هي بصلة، قرن فلفل أخضر، فلفل أسود، شوية كمون وعين الجرادة اللي هي مكون أساسي. هاي بتكون بهارات الشبت. هو الشبت هو عبارة عن عشبة شتوية وريحته قوية، بيستخدموه في عدة أكلات، وأهم أكلة فيهم هي بتكون بالمفتول أو الكسكسي. بس طبعا أخواتنا التوانسة والمغاربة ما بيستخدموا، في لهم بهاراتهم الخاصة. فأنا أخذت منهم الطريقة هاي وعملتها بالنكهة الفلسطينية، وشكرا على طريقتهم كتير كتير طيبة بصراحة، يعني فعلا أكلة طيبة جدا. بعدين طبعا بضلني أنا أحركهم بس هيك يتدبلوا
مع بعض الدفنة، بروح بطلعها وبحركهم كلهم مع بعض، فبصير ميكس كلها البهارات والبصل والثوم مع الكسكسي، سوري، البهارات والبصل والفلفل مع الكسكسي بتحركوا وبرجعوا على البخار. يعني كل فترة بعملهم على البخار وبخليهم بغطيهم. بهاي الأثناء بطلع لنا الدجاج، وبما إنه أنا عندي بس دجاجة فقليتهم، لكن إذا عندكم كمية أكبر عادي حطوهم بالفرن وشوهم، بيطلعوا برضو بحمروهم بيطلعوا طيبين. زي ما انتم شايفين هاي الطريقة الأخيرة، بحط الكسكسي وبعدين بزينه بالخضرة كلها اللي عندي، وبحط قطع الدجاج، وباخد شوية بس كوب من الصوص وبحطه بصحن جانبي مع خضرة للي بحب يزيد. وصحتين وعافية، وبتمنى انه يعجبكم، وبشرفني انكم تضيفوا لي اي تعليق او اي نصيحة منكم، وشكرا وصحتين.